نضفت بقى ايه كده البطايه، ما شاء الله ما شاء الله، بافتة كده، حاجه كده ايه، ما شاء الله، تنظيف بيتي كده، وحاجه فله فله ما شاء الله عليها، ما شاء الله، شمعة كده منورة فله كده. هحط لها ايه بقى عشان نمنع الزفرة؟ فاكرين اليوم ما كنا عاملين اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد، سلقنا الليمون، ميه السلقيه، فاكرينها لما انا كنت بقول لكم انا بشيل ميه السلقيه اهي بتاعت الليمون، مركزه اهو ما شاء الله، بخليها لا تقولوا مقاطعه الازازه الازازه احنا واخدين الازازه، بحط فيها الميه، ميه سلق الليمون، وبعد كده بنزل بيها بقى ايه على البط بتاعي، على اي طيور عندي بغسلها، والملح ماشي، وبنقعها قيمه ساعتين وبسيبهم. ما شاء الله بتشمي ريحه الحاجه كده على الاكل وانت بتطبخيها، ولا يا ولا حاجه كده ما شاء الله تبارك الله. تمام. لحظه كده، بصوا كده بقى، حطيت الملح اهو، حطيت برضو، حاولي برضو ان انا ايه احط كده جواها، ما شاء الله. بصوا عايزين بقى تحطوا برتقان حطوا، بس انا عندي هنا الليمون هيقوم بكل حاجه. تمام. وانا حاطه فيها ملح من جوه عشان الدم واي حاجه جواها، ما شاء الله تبارك الله. بصوا ما شاء الله، حاجه كده ايه، التربيه البيتي ما فيش احسن منها، والتنظيف البيتي برضو ما فيش احسن منه، ولا يا ولا حاجه كده ايه، عظمه. حتى لو جبتي خليتي الفرارجي تنضف لك كده الفراخ وجبتيها، عيدي عليها ونقعيها برضه، اعملي لها محلول نقع وظبطيها كده، ما شاء الله، وسيبيها شويه هتفرق معاكي في ريحه الزفاره، مش هتلاقي لها خالص ريحه زفاره، وعن تجربه بالله والله هتلاقيها تحفه تحفه تحفه. الميه بليمون، الليمون والملح هيضيعوا معاكي اي زفاره خالص في اي تنظيف الطيور. يعني شوف انا قاعده اهو نضفتها وكانت فله، مجرد ما الملح اتحط عليها لو فيها حاجه بتظهر يعني، الملح والميه بليمون، الليمون قصدي، ما شاء الله، ميه الليمون معاه ميه السلقيه تحفه.